الرحمن- بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كورس السوشيال ميديا الاونلاين عن طريق البث المباشر. سوري. السلام عليكم. اهلا بيكم في كورس السوشيال ميديا اونلاين عن طريق البث المباشر على اليوتيوب. النهارده هنتكلم معاكم محمد عبد الفتاح. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا، ازاي اقدر اجيب شغل ليا انا كحد بيشتغل سوشيال ميديا سبيشاليست او ديجيتال ماركتنج عامه. اقدر اجيب شغل ليا عن طريق الانترنت. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، مفيش فيه اي مشكله ان شاء الله. محتاج بس شويه تركيز في اللي احنا هنقوله، وتبقى محدد هدفك كويس جدا جدا، انت عايز تشتغل ايه، لان المجال هنا مجال واسع جدا وكبير جدا. المجال آه، في شغل كتير، في شغل كتير فعلا، فلازم تبقى عارف انت عايز تشتغل ايه عشان تعرف تدور على الوظيفة اللي انت عايزها. طيب، خلونا الاول نتكلم عن انواع الشغل ايه هي. اول حاجة التسويق المباشر للشركات والافراد، ان انا بروح لشركة او بروح لفرد واقول له والله انا بشتغل ديجيتال ماركتنج وسوشيال ميديا اس اي او، بعمل اعلانات، بس ايا كان ايه المجال اللي انت عايز تشتغل فيه، وانا هقدر ازود لك مبيعاتك عن طريق الشغل على الانترنت. تمام. بان انا بسوق وانا موظف في الشركه، وانا موظف في الشركه مقابل راتب، او ممكن يبقى راتب وعموله على حسب الاتفاق مع الشركه او العميل عامه. خلاص. سواء بقى انا شغال معاه جوه الشركه دي، او شغال من البيت. لكن انا اقصد ان انا شغال مع كيان، انا عارف الشركه الفلانيه دي فين، مكانها فين، مقرها فين، الناس اللي فيها شغالين ايه بالظبط، او موجودين فين. تمام. طيب، فده كده اول نوع. تاني نوع التسويق بالعموله بقى، ان انا بروح للشركه وبقول لها يا شركه والله انتوا بتبيعوا شقق، طيب انا هعمل لكم شغل البيع. تمام. بمقابل عمولات. حلو. عن كل بيعه مثلا على حسب العموله او نسبه العموله اللي بيتفق عليها ما بينكم وما بين الشركه دي، ايا كان ايه المجال بتاعها. ممكن يبقى سياحه مثلا، فوالله انت كل واحد هتجيبه ويحجز رحله سياحيه عليه مثلا كوميشن بنسبه معينه. تمام. وهكذا ايا كان بقى ايه اللي انت هتعمله، بس هنا انت بتشتغل بالعموله من غير راتب، من غير مرتب شهري. انت ومجهودك وانت وشغلك، ووارد جدا جدا ان انت تلاقي نفسك بتدفع اعلانات مدفوعه من معاك، تعمل حملات اعلانيه من معاك. تمام. طيب، حاجه تانية عن طريق السيرش داخل مصر وخارج مصر. بمعنى ايه؟ انا ممكن عن طريق السيرش اعرف اجيب وظائف جوه مصر، وكذلك وظائف بره مصر. تعالوا نشوف دي بتتعمل ازاي. انا جيت هنا، خلاص، هدور جوه مصر، فبكتب مطلوب اخصائي مثلا سوشيال ميديا. خلاص. فادي دي كلها نتائج ظهرت لي. انا لما بدخل عليها ببدا اشوف ايه هي الوظائف دي، ومطلوب ايه بالظبط، وازاي اقدر ان انا اتواصل مع الناس. خلاص. فدي كده اول طريقه. طيب، لو انا عاوز بقى اعمل او ادور على وظيفه من بره مصر، في تريكايه كده حلوه جدا جدا هقول لكم عليها. انا آه كل دوله جوجل عامل لها المتصفح الخاص بها، جوجل بتاعها. يعني هنا احنا في مصر زي ما احنا شايفين كده www.google.com.eg. تمام، ده كده المتصفح بتاع مصر. طب انا عايز اعمل كده في السعوديه، فبروح قايل له الاول اعمل سيرش على جوجل السعوديه. هنا كده ادي اهو google.com.sa. تمام. السعوديه اريبيا. خلاص، واروح داخل عليه. النتائج اللي هتطلع لي من هنا هي زي ما احنا شايفين جوجل السعوديه اريبيا، هي نفس النتائج لو انا بعمل سيرش من جوه السعوديه. خلاص. فهقول مثلا نفس القصه، مطلوب اخصائي سوشيال ميديا. تمام.
ادي هنا كده عندي بقت الرياض. خلاص ادي هنا كده عندي وظائف، تمام، وظائف خاليه سوشيال ميديا، وهكذا. تمام. اقدر وظائف تسويق الكتروني في الكويت، فهو بيبدا ادي لا خبره صحفيه. عفوا. تمام. طبعا زي ما احنا شايفين وظائف سوشيال ميديا من المنزل، شغل سوشيال ميديا 2016 ممكن الاقي 2017. حلو. آه، طبعا هو هنا ده بيظهر بناء عن ان انا بعمل السيرش بتاعي. طيب ده كده اول طريقه. يبقى انا اول طريقه بقدر اعملها ان انا عن طريق جوجل اعرف اجيب وظائف سوشيال ميديا من جوه مصر ومن بره مصر. طيب نشوف بقى الطريقه الثالثه ايه هي. مواقع الاعلانات المموله، ودي مواقع مهمه جدا جدا للي بيشتغل ديجيتال ماركتنج عامه حتى ولو سوشيال ميديا. المواقع دي بستفيد منها بحاجتين. يا اما ان انا آه بكتب فيها اعلان ان انا والله بشتغل سوشيال ميديا وبدور على وظيفه، او بيبقى حد داخل حاطط اعلان ان هو بيدور على موظف. تمام. النتائج بتاعتها بتبان في السيرش. يعني لو حد انت مثلا كاتب ان انت موظف، ممكن لو حد بيدور بيعمل سيرش على جوجل عن موظفين سوشيال ميديا، الاعلان بتاعك يظهر له. الناس بتدخل جوه المواقع دي، بتدور جواها على الوظائف، على المعلن، سواء كان حد عايز وظيفة فبيخش يدور مين اللي بيدور على ان هو يشتغل عنده، او ان حد يكون هو اصلا بيشتغل فبيقول يا جماعه والله انا بشتغل الشغلانه دي. فانا بستفاد منها بكذا طريقه. ان الاعلانات بتاعتي بتظهر في السيرش بتاع جوجل. طب ايه هي المواقع المبوبه اللي هي زي اوليكس بالذات؟ لو دخلتوا وعملتوا مواقع اعلانات مبوبه هتطلع لكم نتائج كتيره جدا جدا. لو عايزين تشتغلوا في مصر مثلا، بنختار الدوله في قسم الاعلانات بقى التسويق او ايا كان. طبعا عايز اشتغل في بلد تانية، فمن نفس موقع الاعلانات بختار البلد اللي هيتعرض فيها الاعلان. تمام. فدي نقطه قوه قويه جدا جدا اقدر اجيب بيها شغل، هي مواقع الاعلانات المبوبه. لينكد ان زي ما احنا شفنا من شويه، ان انا ببدا سيرش على لينكد ان الوظائف اللي موجوده فيه، بس بعد ما اكون انا عملت اصلا الاكونت بتاعي، خليته اكونت قوي جدا. الجوب بوت. الجوب بوت ده هو موجود على الفيسبوك. تمام. كنا عارفين موضوع البوت اللي هو بقى زي اذكار كده وزي القران والحاجات دي. في منها حاجه قويه جدا جدا انا جربتها بنفسي، وهي الجوب بوت. تمام. ادي هو الجوب بوت ده زي ما احنا شايفين هنا كده. بيعمل ايه الجوب بوت ده؟ الاول انا بدخل عليه منين؟ بكتب في السيرش بتاع السيرش بتاع الشات جوب بوت دي. تمام. بيظهر لي بس يكون من الماسنجر او ممكن يكون من هنا. بيظهر لي الاول بيقول لي ستارت، فبستارت وبعدين بيبدا يطلب مني شويه بيانات كده. والله انت عايز تدور على وظيفه ايه، او انت عايز تشتغل ايه. انت مكانك فين. يعني هو بيختار بالتخصص وباللوكيشن، بالمكان. فببدا اعمل له البيانات دي، وهو بيبدا كل فتره بيجمع لي آه، الوظائف. تعالوا نشوف هنا كده مثلا. انا اوريدي اصلا مختار مثلا الديجيتال ماركتنج. تمام. فدي الوظائف اهي اللي هي موجوده. سيلز. خلاص. هو طبعا بيبدا يجمع اي حاجه فيها ماركتنج هنا كده ديجيتال ماركتنج. حلو. طيب انا بقى عايز اقدم في الوظيفه دي، بعمل ايه؟ بروح دايس على شو ديتيلز دي، بيروح فاتح لي اللينك بتاع آه ادي اوليكس. يعني هو جايب الاعلان اهو من اوليكس. تمام. بيروح هو جايب لي كده ادي والله دي الاعلان اهوت. لو في بقى رقم موبايل او ايا كان، او طبعا ممكن ابعت رساله لو انا عامل اشتراك. طيب الاعلانات المبوبه المبوبه بما اننا في اوليكس، في مواقع منها بتحتاج الاول ان انا اعمل اشتراك عليها. سواء كنت هدور على وظيفه، أو يعني هقدر اراسل لو حد زي كده عامل وظيفه. انا ما اقدرش اراسله الا لما اكون
مشترك في اوليكس، او عشان اصلا احط ان انا بقدم الخدمه الفلانيه دي، او ان انا عايز اشتغل الوظيفه اللي هي الديجيتال ماركتنج مثلا. خلاص. فالجوب بوت ده بصوا شايفين مهم جدا. تمام. هو هنا 13 بس انا طبعا للاسف ما بقدرش اتابع كل الوظائف. هنا 14 نيو جوب. دي كلها هو كل لما بيجي يبعت لي كده، ف ممكن اقول له مور ريزلتس مثلا. لو هو عنده نتائج هيبعتها لي. ادي اهو كده هو بعت لي النتائج دي. انا قلت له مور ريزلتس. تمام. دي كده نتائج. ادي اونلاين ماركتنج اهي. طب تعال نشوف كده لما اعمل لها شير هيبقى جايبها منين. طيب على ما يحمل، في حاجه تانية ان انا بقول له ابلاي ناو، بس دي لازم اكون انا اصلا يعني لما باجي ادوس عليها اول مره هو بيقول لي انت عاوز زي ريكويست كده يتبعت للناس زي لينكد ان كده، يتبعت للناس بوظيفه ايه. فلازم اكون كاتب اسم الوظيفه بتاعتي كويس جدا. تمام. هو هنا كده فتح يعني هو ده الموقع اهو اونلاين ماركتنج اهو. تمام. ببدا احط النيم والسبجكت والمسج بتاعتي، ولو هختار السي في بتاعي واقول له سبميت، بيروح للشركه اللي انا صاحبه الاعلان. تمام كده الجزئيه دي. طيب. طيب نيجي بقى لحاجه تانية مهمه جدا، وهي مواقع الافليت ماركتنج او الافليت بروجرامز. هنشرحها سريعا وبعدين ندخل نقول ايه هي سريعا كده، نستعرضها كاسماء يعني. الافليت ماركتنج او الافليت بروجرامز دي بتبقى مواقع اسمها برامج الشركه في المرابحه، زي ادسنس كده. ان انا باخد كود من ادسنس. في ناس بتعمل اعلانات على جوجل ادوردز، فبتاخد فانا باخد الاعلان ده بكود من ادسنس بعرضه عندي. اي حد بيخش عندي بقى على الموقع بتاعي او على الشانل بتاعت اليوتيوب ويعمل كليكايه او يشوف الفيديو او ايا كان يعني، بينزل لي كوست من نسبه من الارباح. فانا هنا كده اسمي بشارك الربح. انا هنا كده بشارك الربح. تمام. عندنا حاجه تانية مواقع التوظيف. هنشوف زي ايه. والفريلانسر. مواقع التوظيف دي بتبقى مواقع بتعرض وظائف. الفريلانسر بقدر ان انا مواقع ناس بتطلب شغل، وانا بخش اعرض ان انا هقدر اقدم ان انا اقدر انجز الشغل ده او اعمل التاسك ده. وبيبقى التعامل كله عن طريق الويب سايت. تمام. طيب تعال نشوف احنا هنا كده الفريلانسر سايتس. الويب سايتس بتاعت الفريلانسر، اول موقع فيهم اسمه فريلانسر. تاني موقع اسمه ابورك. بيت ده عربي ومستقل. تمام. يمكن دول افضل 4 مواقع انا شفتهم يعني موجودين. اول 2 دول اجانب. تمام. مواقع اجنبيه. وبيت ومستقل دي مواقع عربيه. تمام. المواقع دي اللينكات بتاعتها موجوده في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تمام. هتنزلوا في الشرح بتاع الفيديو الديسكريبشن بتاعه، وهتلاقوا ان كل موقع من دول ليه ايه اللينك بتاعه. ده كده اللي هي فريلانسر سايتس. خلاص. هنا الافليت ماركتنج او الافليت بروجرامز. اول واحد فيهم طبعا ادسنس، وكلنا عارفين ادسنس ان هو من اهم وسائل الربح على الانترنت. حاجه تانية اسمها كليك بانك. كليك بانك ده موقع كبير قوي فيه منتجات كتيره جدا جدا متنوعه جدا. انا بخش اعمل فيه اكونت، ومن كل موقع او من كل خدمه انا باخد مثلا لينك او باخد كود، وببدا ان انا اسوقهم، فاقدر ان انا اربح. طب اول حاجه ادسنس ده ده نوع من انواع حاجه اسمها السي بي سي. تمام. الكوست بير كليك. بمعنى ايه؟ ان انا بيجي لي الفلوس او الربح مقابل كل ضغط على الاعلان اللي نازل عندي. تمام. فاسمه سي بي سي، كوست بير كليك. لكن كليك بانك والمواقع اللي جايه بيبقى اسمها سي بي اس. سي بي اس كوست بير سيل. كوست بير سيل، التكلفه مقابل كل عمليه بيع. تمام.
زي ما قلت لكم مثلا كده كليك بانك، انا باخد المنتج ببدا اسوقه بقى وانشره في السوشيال ميديا. لو عندي موقع معين يعني مثلا انا بسوق باخد كتب مثلا من كليك بانك، وانا عندي اوريدي موقع فيه مكتبه او بنشر عليه كتب والكلام ده، فابدا احط موضوع كده عن الكتاب اللي انا عايز ابيعه، وابدا ان انا اسوقه والكلام ده كله. بس في حاجه مهمه جدا في كليك بانك او المواقع دي، ان انت لو عايز تكسب صح لازم تشتغل بكونتنت اجنبي وتسوق لاجانب. تاني، ما تعملش كليك بانك بقى وامازون والسي جي والمواقع اللي جايه دي مع العرب، مش هينفع. يعني لسه الثقافه بتاعه ان احنا نشتري حاجه اونلاين دي مش منتشره. ادسنس مثلا، طبعا فرق التكلفه الكوست بتاعه الكلمات العربي غير كلمات الاجنبي، فالاجنبي بيبقى اعلى فالمكسب بتاعك بيبقى اعلى. كليك بانك نفس القصه برضو، ان انت تقدر تسوق المنتجات بتاعته للاجانب، لان هي كمان بيبقى حاجات يعني الاجانب بيدوروا عليها اكتر بكتير جدا من اللي موجود هنا في مصر. برضو الافiliate ماركتنج بروجرامز دي موجوده على اللينكات بتاعت ادسن. طبعا كلنا عارفين نشترك فيه ازاي. كليك بانك حاطط لكم اللينك بتاعه. سي جي نفس قصه كده، كليك بانك بيديني اختار على حسب. وطبعا هي لازم عشان اسوق لازم اكون انا فاهم انا بسوق ايه، لازم اختار حاجه انا حاببها. ما ينفعش اكون انا مثلا ماليش علاقه بالسبورتس مثلا بالرياضه، او واقول والله انا هسوق مثلا منتجات رياضيه او هبيع منتجات رياضيه، يعني ما ينفعش خالص. ما ينفعش ما يكونش ليه علاقه مثلا بالبيزنس واقول والله انا هسوق كتب عن البيزنس، دي مش ماشيه خالص، مش هننجح. هتلاقي نفسك وقفت في حاجات كتير قوي قوي. تمام. امازون. امازون من اقوى المواقع في الافiliate ماركتنج بروجرامز بشكل لا تتخيلوه. حتى في وسائل اللي بيديها لي ان انا اسوق بيها. يعني كليك بانك بيديني شويه مثلا مره كود او لينك او صوره او الكلام ده. امازون لا، امازون تحفه بصراحه. امازون بيدي وسائل تسويقيه للمنتج اللي انا عايز اسوقه او الخدمه اللي انا عايز اسوقها بشكل لا تتخيلوه. لا تتخيلوا كتير جدا جدا جدا. حاجه بروفيشنال، وهو بيعتبر من اهم المواقع اصلا اللي موجوده على الانترنت بشكل عام. تمام. طيب احنا كده خلصنا خلاص المحاضره او الجزء بتاع آه، احنا ازاي نكسب من او نجيب شغل من على الانترنت. ان شاء الله في الاخر الكورس خالص هنتكلم بشكل مستفيض اكتر عن ال- ال- المواقع دي. ممكن احاول كده اخد لقطة من كل موقع ازاي بنشترك فيها وكده. اتمنى ان احنا نكون النهارده استفدنا. اتكلمنا عن انستجرام، اتكلمنا عن لينكد ان، اتكلمنا عن ازاي اقدر اجيب وظائف من على الانترنت. الحاجات خصوصا موضوع الوظائف ده هو مهم جدا جدا. آه، وكل واحده من دول كل واحده من دول هي يعني بحر، يعني ممكن نقعد نشتغل فيها وقت كبير قوي عشان نلمها كلها. تمام. لكن دي كلها ما هي الا طرق ووسائل للشغل. ما يبقاش احنا خدنا كورس سوشيال ميديا وفي الاخر قاعدين مش عارفين نشتغل سوشيال ميديا، لان احنا مش عارفين نلاقي الشغل فين. دي كده اهم الطرق اللي عن طريقها بنجيب شغل، سواء بقى اس اي او، اعلانات، سوشيال ميديا، ايا كان. انا معاكم طبعا. بعد الكورس لو في اي حاجه تقدروا تعملوا سيرش على الرقم ده على الفيسبوك، هيطلع لكم الاكونت الخاص بتاعي. عفوا، ممكن تبعتوا لي رساله في اي وقت وان شاء الله هجاوبكم في اسرع وقت. اتمنى ان الكورس النهارده يكون فيه افاده ليكم. ان شاء الله باذن الله نلتقي المره الجايه. هيبقى يا اما جوجل بلس او اليوتيوب، لسه ما حددتش. ندخل على الجروب يا ريت ونتابع. فيديو مش معانا على الجروب يا ريت يبعت ريكوست، احنا بنقبل كل الناس عشان بس المواعيد، وعشان لو حد عنده استفسار في اي حاجه. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ويعني نلتقي على خير المحاضره القادمه باذن الله ان شاء الله، اللي هي هتكون الثلاث القادم ان شاء الله الساعه 9 باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.